كوكو لي مامون، مرحبا بكم في غوسيت دو بيبي باي ليا. هنا غادي تلقاو دي بوتيت غوسيت سهله وبنينه اللي غادي تفرح لي بيبي ديالكم. اول حاجه بغيت نقولها قبل ما نبدا لي ريبونس ديال الكويز اللي درنا في انستغرام، انا ماشي خبيره تاع التغذيه، اون مامون بحالكم، وبغيت نشارك معكم التجربه ديالي واللي تعلمته باش نضمن احسن حاجه للبيبي ديالي. ويلا نبداو نناقشوا كل سؤال باش كلشي يكون واضح ونشوفوا مع بعضياتنا شنو اللي صحيح وشنو اللي غلط. السؤال الاول سي فو. في العصير كنضيعوا بزاف ديال الفوائد حيت كنزولوا الالياف وكيبقى غير السكر. خوي كامل كتشبع اكثر، تعاون على الهضم وكتعود البيبي على لوغو الطبيعي ديالها. لا كيسيون الثانيه سي فو. الكيلي ديال البيبي باقا صغيره بزاف وما قادراش مسكينه تهضم الملحه بزاف، على هادشي كيقولوا لنا ما نعطيوش الملحه للبيبي قبل من عام على الاقل. الماكله الطبيعيه فيها الكميه الكافيه للبيبي. لا كيسيون الثالثه فري. الجزر خضره خفيفه وسهله في الهضم، مناسبه كبدايه للتنويع الغذائي، كيعطي الفيتامينات المهمه بحال فيتامين ا اللي كتعاون في النمو العام ديال لي بيبي. بالنسبه لا كيسيون 4 فري. باش كنبداو بالخضره كنعاونوا البيبي تعود على المذاق الطبيعي ديال الماكله، وهكا كيولي عنده ذوق متوازن، ما كيوليش يفضل الحلويات والفواكه فقط. لا كيسيون 5 سي فو. السكر ما عنده حتى شي فائده غذائيه للبيبي قبل من عام، وكيقدر يضر الاسنان ديالو، ولي بيبي كيتعودوا على الذوق الحلو بزاف، وحتى من مور العام الاول خاص السكر يبقى قليل ومحدود باش نحافظوا على الصحه ديال الاسنان والهضم، ونخليو وليداتنا يتعودوا على لوغو الطبيعي ديال الماكله. لا كيسيون 6 سي فو. الى البيبي رفض الماكله مره واحده ما كيعنيش ما غاديش يعجبو لوغو من بعد. البيبي كيخصو الوقت باش يتعود على ليغو جداد، وشي مرات كيكون غير عيان شبعان ولا ماشي في المود ديالو. المهم هو نعاودو نقدمو ليه نفس الماكله بزاف ديال المرات، بيان سور بالصبر وبلا ضغط. لا كيسيون 7 فري. فاش كنطيبو بالبخار كنخليو الخضره والمأكولات تحافظ على لي فيتامين والمعادن ديالها، وما كتضيعش بحال فاش كنغليوها في الماء ولا في المقله. وزيد عليها كيخلي الماكله طريه وسهله في الهضم بوغ لي بيبي. لا كيسيون 8 فري. ابتداء من 6 شهور لي بيبي كيبداو يتحكموا في يديهم وكيقدر يشد الماكله براسو ويحطها في فمو. فهاد المرحله مهمه حيت كيتعلم يكتشف لوغو والملمس ديال الماكله، كيطور حتى التنسيق بين العين واليد والاستقلاليه. وماشي كاع لي مامون كيقدروا يصبروا على داك الروينه اللي كيديروا لي بيبي هما كيتعلموا ياكلوا بيديهم وحتى انا منهم ما كنصبرش. لا كيسيون 9 سي فو. لا كونستيباسيون ما كترجعش دائما للماكله، بعض المرات كتكون بسبب الماء القليل، الحركه القليله، وشي مرات كتكون باسباب طبيعيه ديال لي بيبي. اهم حاجه نردوا البال لوليداتنا، نعطيوهم الماء الكافي باش يعاونهم في الهضم. لا كيسيون 10 والاخيره فري. ملي كنبداو نزيدوا الخضره والفواكه، الجسم ديال البيبي محتاج الماء باش يعاون الهضم ويقلل الكونستيباسيون. الماء كيعاون الالياف باش تمشي بسهوله وكيخلي البيبي يحس بالراحه في كرشو. مهم بزاف نعطيوه كميه مناسبه ديال الماء مع كل وجبه باش يكون التنويع الغذائي صحي ومريح. وهكا شرحنا معكم كاع لي كيسيون ديال الكويز التغذيه ديال البيبي سؤال بسؤال. نتمنى يكون الشرح واضح وباين ويفيدكم في التعامل مع الماكله الجديده ديال البيبي. وما تنساوش باللي كل بيبي مختلف على الاخر، وما كايناش قاعده وحده كتخدم مع كاع الوليدات. الصبر والتكرار مهمين بزاف باش يولف على ديغو جدادين ويكتشفوا الملمس ديال الخضر والفواكه. وما نساوش نستمتعوا في هذه المرحله، لي بيبي كيبغيو يستكشفوا، وكونوا متاكدين غادي تكون الروينه. دونك هادشي طبيعي كل ام كتعيشو. الى عجبتكم لا فيديو ديروا لايك، شاركوا مع صحابكم اللي عندهم دي بيبي، وان شاء الله نكملوا نتعلموا مع بعضياتنا في سوجي واحد اخر، في فيديو واحد اخر ان شاء الله. شكرا بزاف على المتابعه، نتمنى لكم ولي بيبي ديالكم الصحه والفرحه دائما. ما تنساوش partager, abonnez-vous. Chaque recette un petit geste d'amour pour vos bébés.